السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم حبايب قلبي بليلة من البيت. كده معايا مقدار من القمح البليلة بلاه لمدة ساعتين، نقعاه يعني لمدة ساعتين في مية زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى اولع عليه، اغير المية بتاعته في الاول واحط مية جديدة واولع عليه النار زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. القمح بيغلي على النار، هسيبه لحد ما يستوي خالص وارجع اوريهولكم. اعرف منين انه استوى هقول لكم دلوقتي. معايا هنا طاسة على النار فيها معلقة زبدة على معلقة زيت، هحمر فيها كنافة عشان نحطها على البليلة. زي ما انتم شايفين كده الكنافة انا كنت حطاها في الفريزر عشان اعرف افروتها زي ما انتم شايفين كده وتبقى ناعمة. هفضل بقى اقلب في الكنافة لحد ما تحمر زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. هوريكم دلوقتي البليلة وهي على النار. شايفين يا حبايب قلبي البليلة اول ما القمحية بتاعتها كده تبقى مفتحة زي ما انتم شايفين كده يبقى هي كده استوت. ابدا بقى اعمل لها المية بنشا اللي هحطها عليها. معايا كده نص كوباية مية عليها معلقتين نشا كبار، معلقتين نشا كبار على نص كوباية مية، هدوبهم كويس زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. هبدأ بقى احط النشا على البليلة. شايفين البليلة ازاي خلاص كده استوت. زي ما قلت لكم بعرف ان هي استوت لما البليلة كده تبقى مفتحة معايا، وبرده ممكن تدوها تعرفوا ان هي استوت. هنزل بقى بالنشا عليها كده كوباية النشا اللي انا عملتها معاكم، وهنزل واحدة واحدة لحد ما احس ان القوام بتاع البليلة بقى مناسب. مقدار البليلة اللي انا مستخدماه ربع كيلو، 250 جرام. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي خلاص انا طفيت على البليلة وهقدمها معاكم في الاطباق. شايفين قوامها. هبدأ بقى اضيف على البليلة لبن. لو ما بتفضلوش اللبن او مش بتحبوا اللبن عادي ممكن تاكلوها كده بتبقى طعمها جميل برضو. زي ما انتم شايفين كده بحط البليلة على اللبن. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي حطيت اللبن على البليلة. هقلب كده اللبن مع البليلة. السكر بقى يا حبايب قلبي حسب الرغبة. انا هحط معاكم السكر دلوقتي. انا عملت باللبن وعملت من غير لبن. كده انا بحط السكر معاكم زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي، السكر على حسب ما انتوا بتحبوا. انا هنا حطيت معلقة في كل طبق زي ما انتوا شايفين كده. هقلب بقى كده السكر مع البليلة. هقلب بقيت كمية البليلة وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. رجعت لكم كده زي ما انتم شايفين الكنافة اللي انا حمرتها معاكم. ابدا بقى احطها على البليلة. بجد الكنافة على البليلة بتدي طعم جميل جدا، وخصوصا في جو الشتا ده بقى حاجة تدفيكوا كده، طعمها تحفة بجد. تقدروا بقى انتوا تزينوا زي ما انتوا بتحبوا، تحطوا مكسرات، تحطوا فواكه، اي حاجة يا حبايبي انتوا بتحبوها حطوها. انا حطيت على البليلة كنافة متحمرة وحطيت جوز هند زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب بجد تكون الطريقه عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وحقيقي بجد لو بتتفرجوا لاخر الفيديو شكرا ليكم. ولو حابين اي وصفات تاني تحت اكتبها لي في التعليقات وانا هعملها لكم. ومع السلامه.